والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لهواه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ها نحن عدنا إليكم بدرس جديد من دروس كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، الداء والدواء. وكنا قد بدأنا في آخر حلقة في كلام ابن القيم عن الإلحاح على الله في الدعاء، وقال رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأدوية في ماذا؟ من أنفع الأدوية لماذا؟ لرفع البلاء، للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، للمعونة على التوبة، لإصلاح القلب، لإصلاح الشأن كله. من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وكنا تحدثنا في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يغضب، والإنسان لا يغضب عليه أو يغضب علينا إن لم نسأله، وابن آدم يغضب علينا إن سألناه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وهذا حديث ضعيف جدا. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكذلك هذا حديث موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق، وهو مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. هنا ابن القيم رحمه الله تعالى ينقل عن الإمام أحمد في كتابه كتاب الزهد في تمثيل بليغ وجميل جدا لمثل المؤمن. يقول مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة. في البحر الآن على خشبة، بمعنى أن سفينته غرقت وهو تعلق في هذه الخشبة، فهو يدعو: يا رب، حتى لا يغرق، لأنه الآن هو في الماء متعلق بخشبة مهما يكن حجمها فهي في البحر خطيرة جدا، قد تهلك المرأة. فيقول: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. فهو الآن هنا بين الخوف والرجاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله إدراكه تركه وأهمله.
وربما يقع في هذا الأمر كثير منا إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذه آفة جد خطيرة، وهي مسألة استبطاء الدعاء. لأن العبد أحيانا يريد، كما يقال، يريد للشيء أن يقول له كن فيكون، يعني يريد أن يرفع يده فيقول يا رب أعطني أو امنع عني، فتأتي الإجابة سريعة. وهذا لا يكون إلا إذا توفر فيه أمور كثيرة من الإخبات والإنابة والخشوع لله وموافقة القلب. لأنه للأسف كثير من الناس، كثير منا حينما يدعو لا ليدعو باللجاءة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو مرة أو مرتين ثم يريد الإجابة، يستبطئ الإجابة. المفروض ألا يتركه مهما طال الأمر معه، فهو في نعمة، في خير، في عبادة. فأنت حينما تدعو كما ذكرنا في الحلقات الماضية، فأنت حينما تدعو على خير، فأنت ترفع يديك إلى الله جل وعلا وتسأله وترجوه وتذكر أسماءه الحسنى وغير ذلك من النعم التي أنت بها. فلا تستبطئن الإجابة فتترك الدعاء. وهنا ذكر مثالا برجل رجل فلاح يزرع الأرض ليجني ثمارها، فيقول بذرا أو غرس شجرة غرسا، أي نوع من الغراس من الأشجار غرسها، ثم كان يسقيها ويتعاهدها ويرعاها. فلما استبطأ، بمعنى طال عليه، يعني يريد استعجل نمو هذا الثمر، ولا بد له من وقت، لا بد لهذا الثمر أن يأخذ وقتا حتى ينمو. فلما استبطأ ذلك ترك الغرس وذهب وأهمله ولم يعد يسقيه، وهذا أمر خطير حتى ذهب مجهوده ولم يستجب له. وفي الصحيح يقول رحمه الله تعالى، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم يعجل. يا ابن آدم لم العجلة، فإنك والله على خير عظيم. إننا والله في خير عظيم بأن نظل ندعو الله سبحانه وتعالى، نبتهل إليه ونذكره. وهذه أيضا فائدة لترك الغفلة. ويا أسفاه كم نحن غافلون عن الله سبحانه وتعالى، فتجد أحدنا لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يبتهل ولا يلجأ إليه إلا إذا أصابته مصيبة والعياذ بالله. فأنت حينما تكون في هذا الوقت الذي أنت مصاب فيه في البلاء تدعو الله سبحانه وتعالى، أنت على خير، أنت في صلة مع الله سبحانه وتعالى، في لجاءة وتضرع وذكر لاسمه سبحانه وتعالى ولأسمائه، وربما توافق اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، وتسأله وترجوه وتطرح بين يديه. وهذه نعم عظيمة ينبغي للمرء ألا يستبطئ الإجابة، فإنه شرط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب للعبد ما لم يستعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. هنا أيضا أمر مهم جدا أبانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو
قال لا يزال يستجاب للعبد بشرطين: ما لم يدعو بإثم، يعني يدعو والعياذ بالله أن يوفق لشرب الخمر أو للزنا أو للربا أو لغيره من المنكرات والمعاصي، فهذا إثم لا يجوز الدعاء به ولا يستجاب له. أو كذلك قطيعة الرحم، سواء كان الوالدين أو من دونهما من الأرحام التي يدعو أن يقطعها الله عنه، وهذا لا يستجاب له. ثم ذكر لنا الشرط الذي نتكلم عنه، وأيضا ألا يستعجل. فإذا انتفت هذه الموانع، مانع الإثم ومانع القطيعة ومانع الاستعجال، إذا انتفت هذه الثلاث موانع فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد. قيل يا رسول الله، تكملة الحديث، قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. دعوت ودعوت وألححت فلم يستجب الله سبحانه وتعالى لدعائي، فعند ذلك يتحسر أو يستعجل ويترك الدعاء، وهنا لا يستجاب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم والأدب مع الله سبحانه وتعالى. ويقول رحمه الله تعالى: وفي مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، ولكنه الأحاديث التي قبلها صحيحة تكفينا. ثم يأتي ابن القيم رحمه الله تعالى على أمر مهم ليكون سببا من أسباب الدعاء. يقول: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب. وهذه مسألة من أهم المسائل ومن أهم النقاط التي يكون لها أثر في الإجابة، وهي مسألة حضور القلب. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية أن الإنسان وأن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ يرفع يديه وقلبه يفكر في أشياء أخرى وهو يدعو لأشياء أخرى، فهذا مانع من موانع الدعاء. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب، فلو كان القلب حاضرا متيقظ لما يقول، وجمعيته بكليته على المطلوب، يعني كل قلبه مجتمع حاضر وشديد التركيز على ما يقول، بحيث يصرف كل الشواغل عن قلبه سوى هذا الأمر الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له في أمره. وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي أوقات، يقول ابن القيم: أوقات الإجابة الستة هي ماذا؟ الأول الثلث الأخير من الليل، وهذه من أشرفها وأعظمها، كما ذكرنا في الحلقة الماضية أو في حلقات أخرى أن هذا من أشرف الأوقات، وهو وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام. الثلث الأخير من الليل فهو وقت مبارك وشريف، أن يكون قلبه حاضرا كله
ثم يصادف الثلث الأخير من الليل، هذه أيضا من الأسباب القوية للإجابة، مع الإلحاح كما ذكرنا، التكرار. لا يأتي المرء يصلي ليلة واحدة أو يقوم ليلة واحدة فيدعو ثم يستبطئ الدعاء كذلك مرة واحدة ثم يقول لم يستجب لي، هذا وقت إجابة وأنا ألححت على الله بالدعاء وأنا ثم يستحسر فيدع الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوقت الآخر من أوقات استجابة الدعاء عند الأذان وبين الأذان والإقامة. هناك وقتان في هذا الوقت. عند الأذان بمعنى بمجرد أن تنتهي من الأذان فتدعو، هذا وقت دعاء، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إن المؤذنين ذهبوا بالأجور، يعني لما للمؤذن من فضل في رفع الأذان. فقال: إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم سل الله الوسيلة ثم ادعو بما شئت يستجاب لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنت تردد مع المؤذن بما يقول كما يقول حتى تنتهي، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسأل الله له الوسيلة، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت ليستجاب لك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك وقت آخر مرتبط بهذا الأذان، وهو ما بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين هذين أو وقت مستجاب للدعاء، وهو بين الأذان والإقامة. إذن كم صار؟ هذه 3 أوقات: الثلث الأخير، وعند الأذان بمعنى بعد الأذان، وبين الأذان والإقامة، هذه 3. وأدبار الصلوات المكتوبات، بعد الصلاة، بعد ما تصلي تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الوقت الرابع. والوقت الخامس يقول ابن القيم: عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر. هناك على خلاف بين أئمة العلم في هذه الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك ساعة في يوم الجمعة، ساعة يستجاب للمرء فيها، ساعة عن وقت إجابة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحددها. واختلف العلماء، وأقوى الأقوال بين هذين الوقتين، وهو عند صعود الإمام يوم الجمعة، حينما يصعد الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة. سيقول قائل: وكيف يدعو والإمام يتكلم أو يخطب؟ يتحين فرص السكوت أو الجلوس، أو حينما يجلس ليؤذن المؤذن، هذا وقت للدعاء فيدعو. ثم إذا جلس الخطيب بين الخطبتين هذا وقت للدعاء يدعو. وحتى تقضى الصلاة، وقت الإقامة وغيرها، يتحين الفرص التي يكون فيها فسحة للدعاء فيدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن مأمورون بالإنصات إلى الإمام إذا بدأ يخطب. وآخر ساعة بعد العصر، من بعد العصر آخر ساعة قبل المغرب، هذا وقت إجابة. فإذا صادف المرء العبد هذه الأوقات يكون وقت أو حري للإجابة بإذن الله تعالى. ثم يستمر ابن القيم في ذكر بعض الأمور التي تعين
على استجابة الدعاء، وهو قوله: وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يديه الرب وذلا له وتضرعا ورقة. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ورعاه، يقول: وللأسف أن المرء لا يوجد في قلبه هذا الخشوع وهذا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا الذل والتضرع إلا إذا فقد أمرا من أمور الدنيا، بمعنى إذا مرض، أو إذا مرض له قريب، أو أصيب بضائقة مالية، أو سجن والعياذ بالله، أو إلى آخره من مصائب الدنيا التي تصيبه، فتجد هذه الرقة والانكسار والخشوع في أمور الدنيا. ولكن إذا أصيب في قلبه، إذا أصيب في دينه، إذا عصى الله سبحانه وتعالى، لا يجد هذا الخشوع. هذا إن دعا، لأنه للأسف لا يشعر المرء بأن هناك مصيبة نزلت به إلا إذا كانت من الأمور الدنيوية المحسوسة. فحينما يصاب بقلبه ويشعر بقسوة فيه ويبعد عن الله تبارك وتعالى، فلا تجده يتألم، لأنه لا يشعر بهذا الأمر إلا من رحم ربي. وأعظم المصيبة وأعظم الأمر والله أن لفقد الأحباب وفقد الدنيا وفقد المال وفقد كل شيء لا يساوي فقد القلب، لا يساوي قسوة القلب، لا يساوي البعد عن الله جل وعلا. وهذا أعظم العقوبة حينما يعاقب المرء. تجد المرء أحيانا لديه من الخير والنعمة ويعطى، ولكنه بعيد عن الله جل وعلا، ويظن أن الله يحبه لأنه لم يبتليه في ماله أو في نفسه أو في عياله، وما درى أنه أبعده الله سبحانه وتعالى عنه. فإن الله جل وعلا إذا أبعدك عنه فإن هذه هي الخسارة العظيمة. يقول أحدهم أنه لا يستطيع أن يقوم الليل، يسأل أحد الصالحين فيقول له أن الله كرهه، لا يريده، فأبعده فنومه. وكما قال الله سبحانه وتعالى وقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كرههم الله سبحانه وتعالى أن ينبعثوا ويخرجوا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقعدوا، وخرج الناس يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم الأمر أن يبعدك الله سبحانه وتعالى عنه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الخشوع ينبغي أن يكون في جل شأنك وليس في أمور الدنيا فقط. لا شك أن هذا الأمر محمود ليستجاب للمرء، أنه لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا والآخرة، ولكن لا يكن هذا الأمر فقط في أمور الدنيا. إذا مرض أو إذا افتقر أو إذا حصلت له مصيبة انكسر قلبه وذل وخشع. وأما إذا أصيب في دينه إن دعا فلا يدعو بهذا الأمر أو بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية، وهي من الانكسار لله جل وعلا. وإنما ينبغي أن يكون على هذا الانكسار ويدعو الله سبحانه وتعالى في كل شأن. والنبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يدعو لأموره كلها، للدين
والدنيا والآخرة. وهذا الذي ينبغي للمرء حينما يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر رحمه الله تعالى من الأسباب كذلك واستقبل الداعي القبلة. هذه الآن آداب الدعاء التي ينبغي للعبد حينما يدعو الله جل وعلا أن يتصف بها مع ما مضى من الأمور التي ذكرنا. استقبال الداعي، واستقبل الداعي القبلة، يستقبل القبلة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بوجهه وقلبه وكل حاله، وكان على طهارة. هذه أيضا هذه تسمى آداب وليست شرط، لأنه ربما أحيانا العبد يكون في سفر وهو على راحلته أو على سيارته، أو يكون في الطائرة أو يكون في الباخرة أو غير ذلك، فيكون حيث ما توجه لا يشترط له أن يتوجه إلى القبلة. إن استطاع فهو الأفضل، وإن لم يستطع فيدعو الله سبحانه وتعالى على كل حال. ثم يكون كذلك حال الطهارة، وهذا هو الأكمل والأفضل أن يكون على طهارة. وكذلك يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى، ثم يبدأ بحمد الله والثناء عليه. وردت بعض الأدعية في الدعاء على الله سبحانه وتعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه من الأدعية الجامعة التي يدعو بها، يستحب أن يبدأ بها، يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه: اللهم يا ذا الحمد يا ذا الملك يا ذا، حسب ما أنت تريد. فإن كنت تريد مالا دعوته بغناه وفقرك وبخزائنه التي لا تنقص ولا تغيض وغير ذلك، وتأتي بالاسم حسب المناسب، بأسماء الله سبحانه وتعالى حسب ما يناسب من الأدعية التي أنت تريدها. ثم تثني بالصلاة، أو ثم ثني بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الثناء على الله جل وعلا تصلي على رسول الله، ثم قدم بين يدي حاجته، أو ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره ويستسمحه ويسأله العفو والعافية وأن يغفر له، ثم دخل على الله وألح عليه، ثم يبدأ في سؤاله الذي يريده في أي شيء كان، كما ذكرنا، إلا كما ورد في الحديث إلا أن يكون إثما أو قطيعة رحم. يبدأ في الدعاء والإلحاح والتملق، وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. رغبة يرغب إلى الله جل وعلا، ورهبة يخاف أن يكون هناك مانع من موانع الدعاء، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. هذه كذلك من الأشياء الطيبة التي لو يتصف بها العبد، وهو أن يتصدق قبل أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يتصدق، يقدم بين يديه دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكاد يرد أبدا. لو اتصف بمثل هذه الأوصاف من الخشوع والخضوع وحضور القلب والإلحاح والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي والاستغفار وتوحيد الله جل وعلا والرغبة والرهبة، كل هذه الأمور لو اجتمعت فإن هذا الدعاء لا يكاد، ومع تحري أوقات الإجابة، فإن هذا لا يكاد يرد أبدا. ولا سيما، يقول رحمه الله: ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم.
كذلك إن صادف أنه ذكر الأدعية الجامعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بعض الأحاديث تذكر أنه فيها مشتملة على اسم الله الأعظم، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. اللهم إنا نسألك عفوك ومغفرتك، اللهم أجب دعاءنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا وأصلح قلوبنا يا مولانا وسيدنا. ونكون هنا قد انتهينا من هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأدعكم إلى حلقة قادمة بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. الله